السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة هنعمل حواوشي حلو قوي. الحواوشي اللي بنجيبه من عند الجزار وبيبقى ليه نكهة خاصة. وكمان طعمه حلو جدا جدا، وكمان نضيف قوي قوي ومتأكدين من اللحمة اللي احنا جايبينها ومن مكوناته. احنا بنقدمه طبعا بالطريقة اللي شفتوها دي. نشوف بقى مقاديرنا. انا معايا كيلو لحمة مفرومة، معايا ربع كيلو بوش فرماه عند الجزار مرتين يعني ناعم، ومعايا نص كيلو بصل مقطعة في الكبة، ومعايا ربع كيلو فلفل بارد على حامي. والتوابل بتاعتي معلقة كبيرة من الملح، معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، ومعلقة صغيرة من الشطة، ومعلقة صغيرة من البهارات المشكلة أو السبع بهارات. أول حاجة هنعملها، هناخد البصل ده نضيع المعالم بتاعته، لأن احنا مش بنحب يبقى يعني موجود كده وظاهر. فهناخد عليه قطعة من اللحمة صغيرة قد قبضة الإيد كده، وفرمته كده بالكبة عشان ينعم ومبقاش باين تحت يعني سنانا واحنا بناكل. هننزل بقى كل اللي في الكبة. انا طبعا حطيت التوابل وحطيت القطعة من اللحمة على البصل. ضفت بقى الفلفل، ودول معلقتين من الطحينة. دي فايدتها طبعا، طعمها حلو جدا مع الحواوشي برضو، وكمان بتشد السوائل الزيادة الموجودة علشان الرغيف بتاعنا ما يبوش ويطلع مقرمش كده، وبيبقى شكله حلو قوي وطعمه كمان جميل. هنضيف بقى كمية اللحمة اللي معانا ونخلط المكونات كلها مع بعض. كمية الفلفل دي ربع كيلو، انا حاطة بارد على حامي، وزنهم ربع كيلو على حسب ما بتحبي بقى النسبة للبارد للحامي زي ما انت حابة. هنعمل بقى، مفروض ان انا كنت وانا بحط البصل كنت هحط معاه معلقة من الثوم المفروم، بس نسيت صراحة. فهنحطها دلوقتي مع بعضينا بعد ما كورت كده واحدتين تلاتة. نسيت ادي المعلقة اهي. معلقة الثوم دي بتدي طعم حلو جدا، وبتدي شمخة وبتدي ريحة حلوة قوي قوي للحواوشي. قسمت بقى الكمية اللي معايا اللي كور كده في حدود من 125 جرام ل 150 جرام، مش اكتر من كده، علشان اللحمة تستوي وتبقى يعني حلوة في الرغيف. ده العيش ده طازة، انا لسه جايباه من الفرن. بنفتحه كده بالمقص علشان هنفرد فيه اللحمة. طبعا انا مش هعمل الكمية دي كلها، انا هسوي بس حبة كده على ايدينا، والباقي هوريكي تخزنيه ازاي في الفريزر. هنفتح بقى الرغيف ونحط فيه كورة من الكور دي وزنها 150 جرام، بتبقى مناسبة جدا للعيش بتاع الفرن. لكن لو هتجيب العيش اللي هو التاني 125 جرام بتبقى حلوة قوي معاه، لان عيش الفرن بيبقى اكبر شوية. بنفرد بقى كده وبنخلي بالنا من الجوانب علشان يعني اللحمة ما يبقاش فاضي كده من الحروف. فبنضغط عليها جامد ونفردها. نحاول نوزع كده كويس جدا ونضغط على الرغيف. ادي واحد كمان. تمام كده. انا طبعا مشغله الفرن بقاله 10 دقايق على يعني اعلى درجة فيه. وجبت الصاج بتاعي وحطيت فيه ورقة من ورق اللف العادي ودهنته بالزيت. وهندهن ظهر الرغيف كده ونحطه في الصاج. هو في طريقتين للسوا، يا اما هتعمليه كده لو انت ما عندكيش ورق ان انت تلفي يعني كل رغيف لوحده. الطريقة دي برضو بتنفع قوي، بيطلع حلو قوي. بتحطي ورقة تحتيه، وكمان بتدهني الوش بتاعه زيت، وتحطي ورقة تانية من فوق. بس يا ريت الورقة تبقى اكبر بشوية عشان تغطي كل العيش عشان ما ينشفش مننا. حركة مهمة جدا جدا، لازم يتغطى عشان ما ينشفش. طبعا ده خلاص انا حطيته في الفرن. انا بوريكي بقى
الطريقة التانية في اللف ان احنا بنلف رغيف رغيف كده بالورق، بندهن برضو كده بالزيت الظهر. والورق ده بجيبه اسمه ورق لف، بجيبه من عند المحل اللي بيبيع الاكياس البلاستيك والاطباق الفوم. هو بيتجاب كده يا اما مقطع يا اما بيجاب فرخ كبير على بعضه، وانتي بتقطعيه على حسب بقى حجم الرغيف اللي انتي شغاله عليه. بنلفه بالطريقه دي. ده شكله بعد ما طلع، مش قادره اقولك على ريحته وطعمه، وكمان مقرمش جدا، وشكله زي ما انت شايفه كده يفتح النفس. لو وصلتي لحد هنا وما عملتيش اللايك، يا ريت لو عجبك الفيديو تعملي اللايك وتشيري الفيديو وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. بيتقدم مع البطاطس المحمرة بقى واي نوع من المخلل. انا كنت عاملة معاكم لفت قبل كده، طعمه حلو جدا برضو، واسيبلك الرابط بتاعه في صندوق الوصف. ان شاء الله الوصفة تعجبك وتنفذيها وتكتبي لي رأيك فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.